صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي حضراتكم بتشوفوني فيه. أهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد. طبعا انتم متعودين ان انا قناتي بتقدم محتوى في الصيف، بتقدم محتوى ان احنا بنروح شواطئ كتير وبنلف اسكندرية وممكن محافظات تانية، وان شاء الله كنت موعداكم كمان ان احنا هنعمل فلوجات لبلاد تانية. ومن اول ما بدأ الشتاء طلبتوا مني حاجات معينة، طلبتوا مني ان انا انزل فيديوهات تكون عناية للشعر والبشرة وروتين يومي وروتين صحي، ونزلت لكم حاجات زي كده. بس في حاجات ناس منكم تعرفها وناس ما تعرفوش. اللي ما تعرفوش ان انا اصلا اخصائية اجتماعية ونفسية ودبلومة في علم النفس العام، وفي موضوع شدني جدا ان انا اتكلم فيه لانه مليان حاجات وتفاصيل، وناس بتتكلم في جزء منه سايبة بقية الاجزاء، وفي نفس الوقت هو في حاجات المفروض ان احنا منتكلمش فيها. هو موضوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. طبعا الموضوع ده مفيش حد في مصر كلها ما قالش رأيه الشخصي، حتى لو حد مش من مصر برضو قال رأيه الشخصي، وكله قال رأيه الشخصي. فأنا من رأيي الشخصي ورأيي نتكلم. أول حاجة رأيي كأخصائية اجتماعية ونفسية. أول حاجة، أوقات بتكون المعاملة مع شخص نرجسي بتخلي الشخص اللي قدامه حتى لو طبيعي وشخص سوي شخص مريض. يا إما بيخليه شخص عصبي، يا إما بيخليه شخص مش واثق في نفسه، وشخص لازم الشخص النرجسي يخلي اللي قدامه شخص مطيع، غير كده ما يقدرش يفرض سيطرته عليه. وفي نفس الوقت من كل صور شيرين عبد الوهاب، حتى في الفيديو اللي هي رجعت فيه وكتبت كتابها، الفيديو اللي لسه كان طالع مع عمرو أديب، من شكلها واضح أصلا اللي هي بتعاني من حاجات نفسيا ولسه أثر الإدمان عليها وفي توتر. وبصرف النظر عن كل ده، يطلع اي حد اخصائي نفسي او دكتور يكلمكم في موضوع شيرين عبد الوهاب اللي ما يعرفهاش وما يعرفش الموضوع عن قرب ومعش في تفاصيل الموضوع ده، مش هيعرف الحقيقة فين، لان الموضوع ده وراه حقيقة ووراه حاجات محدش عارفها غير اللي عايشين جوه الموضوع. لكن كتحليل نفسي، اللي بيحلل نفسه يحلل من بره بس، والتحليل النفسي بيقول من بره ان شخصية زي شيرين حصل فيها اللي بيحصل ده، سواء بقى في حاجة مخفية، في حاجة ضغطين عليها بيها، مسك عليها حاجة شبه ما الناس بتقول في الكومنتات، او مش ماسك عليها حاجة وهي بتحبه وقابلة اللي بيعملوا فيها واللي هي قالت عليه، مش اللي احنا كشعب بنقول عليه، اللي هي قالت عليه بيعملوا فيها، والمعاناة اللي هي تعرض لها وفي الاخر ترجع له. شخصية زي شخصيتها في الحالتين هي شخصية مش مستقرة ولسه ما اتعالجتش، ولسه ما ينفعش تاخد قرارات. ولو استمرت باللي هي فيه، ولو فعلا هي بتتعرض لحاجة مضغوط عليها بيها، او هي لسه مريضة، اللي هي هتتعرض له بعد كده، ودي حاجة مفيهاش نقاش، يا اما مرحلة تعب نفسي كبير ممكن يصل للجنون، يا اما انتحار. وطبعا ناس كتير كتبت في الكومنتات هتنتحر هتنتحر. هي لو في حاجة كبيرة زي كده ومضغوط عليها نفسيا وهي بتعمل مع شخص نرجسي يوصلها للحالة اللي هي فيها، ولو كلامها صح الله أعلم ممكن يكون هو مظلوم. يعني لسه بقى تحليلي الشخصي اللي أنا شايفة فيه إن هو ممكن يكون الله أعلم فيه إيه. هي ممكن توصل لمرحلة انتحار بعد كل اللي بيحصل فيها، ولو اتعرضت لصدمة تاني، الصدمة اللي جاية، وما نتمناش طبعا اللي هي تتعرض لصدمة تاني، الصدمة اللي جاية ان هي هتبقى مرحلة جنون او مرحلة انتحار. هندخل بقى على رأيي الشخصي، وطبعا ناس كتير قالت رأيها الشخصي. انا بس كان عندي سؤال، هو كلنا طبعا شايفين ان شيرين طلعت واتكلمت مع كذا اعلامي واعلامية وقالت كلام مش كويس خالص على حسام حبيب. طيب حسام حبيب بقى طلع قال عليها اي كلام وحش؟ بالعكس، حسام حبيب ما قالش عليها ولا كلمة وحشة ولا غلط فيها، ولا قال حاجة تدينه ابدا عليها، حتى لو هو مش كويس وحتى لو هو شخص نرجسي، هو ما قالش عليها اي حاجة وما تتمسكش عليه اي حاجة. مش معنى كده ان هو بريء، بالعكس، لا، معنى كده يثبت ان المرض عند شيرين عبد الوهاب، لان هي اللي طلعت قالت عليه كلام مش كويس وكلام يعرضه، وطلبت من ناس حاجات طلبات غريبة تعملها فيه، وفي الاخر رجعت له. يبقى التناقض والتعب النفسي عندها هي. حتى لو هو شخص وحش وشخص زي ما هي قالت عليه، رجعت له ليه بعد ما قالت على الفضائيات وفي البرامج كلام عليه كده؟ لكن هو رجع لها
وهو ما اتكلمش عليها، هي اللي اتكلمت، يبقى الاعتذار هيجي من ناحيتها هي، لكن هو مش مطالب ان هو يعتذر لانه هو ما غلطش فيها اصلا. حد هيقول لي يعني انتي متعاطفة مع حسام حبيب؟ بصراحة الاول كنت متعاطفة مع شيرين، دلوقتي ولا متعاطفة مع حسام حبيب ولا مع شيرين، وبالعكس مبقتش عايزة اسمع اخبارهم اصلا. بجد لو كان في حاجة مأثرة على شيرين عبد الوهاب نفسيا او هي بتتعرض لظلم من حسام حبيب فعلا، ربنا يطلعها من الموضوع ده على خير. هي جات لها فرصة كبيرة بمساندة جمهور وبمساندة ناس كتير ان هي تتخلص من التعب ده، وهي رجعت له بايديها. اما بقى حاجة انا عايزة اقولها لكم انتوا اي حد بيسمعني، ما تشغلوش بالكم باي حاجة، لان هتصحوا وتناموا طول النهار ماسكين الموبايلات وعمالين تتكلموا مع بعض في الموبايلات، وتشغلوا الفيسبوك والانستا وتقعدوا تتكلموا عن شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب سواء هي تعبانة او مش تعبانة، لو هي تعبانة هي بتستغل اليوم ان هي تتعالج. طب هي مش تعبانة وطلعت، اول ما طلعت استغلت الوقت على طول ان هي تشتغل وان هي تتقدم في حياتها وان هي تنجز، ما بتضيعش وقت، بتعمل حفلات، بتشوف ألبوم جديد ان هي تعمله. لكن احنا مكاننا، احنا كل واحد مكانه قاعد على الكرسي بتاعه، ما بينجزش اي حاجة غير يزود بوستات وبوست ان هو يتكلم فيها على حد تاني. ولو في حد بينجح او بيوصل او بيبقى ترند هو مننا احنا، ونجاحه ده مننا احنا. طب احنا شايفين ان هما الاتنين غلطانين او هما الاتنين مش عايزين نسمع عنهم اخبار تاني. طب ما احنا طول ما احنا بننزل ترند هنسمع عنهم اخبار تاني، احنا اللي بنعمل ده. انا شايفة ان احنا لما نشوف موضوع قدامنا، الموضوع ده ما ندهوش اكبر من حجمه. اه اتكلمنا فيه مرة خلاص، لاننا في الاول وفي الاخر بني ادمين، مفيش موضوع هيجي قدامنا ومش هنتكلم عليه، هنتكلم. بس اتكلمنا مرة قلنا رأينا خلاص بقى. حتى لو حد قدامنا وحد احنا نعرفه نصحناه، احنا لينا النصيحة، ما ملناش ان احنا نجبر اللي قدامنا نعمل ايه او نفرض عليه رأينا. فاحنا قلنا رأينا مرة، الجمهور عبر البوستات والكومنتات نصح مرة، ملناش فيه خلاص. وبعدين مع الأيام أي حد من جواه عايز يعرف تفاصيل الموضوع ده، مع الأيام هتعرفوه، في سر هيتعرف، بس كمان كام سنة وممكن كمان كام شهر وممكن كمان كام يوم. ما نشغلش بالنا برضو ان احنا نعرف السر ده، لما يجي في وقت يبقى يجي، لان احنا ما يخصناش، وعقبال ما يجي ننجز احنا اصلا في حياتنا ونشوف مستقبلنا. نتكلم على حد واحنا محلك سر. ودي كان رأيي الشخصي ورأيي كأخصائية اجتماعية. واللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس. ولو الفيديو عجبكم وكلامي عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبولي كومنت ايه رأيكم في الموضوع ده، وايه المحتوى اللي انتوا حابين ان انا اقدمه. ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتي اللي كانت موجودة على القناة قبل كده، واشوفكم فيديو جديد على خير، ومع السلامة.